الو. ايوه. استاذ محمد، مين معايا؟ مع حضرتك احمد حسين من شركة لدفنا للتسويق العقاري. ايوه صاحب حضرتك. اهلا بيك يا فندم. كنا حابين يا فندم نعرف حضرتك ونديك فكرة عن العروض اللي عندنا والاسعار والمساحات. اهلا بيك. اهلا بيك. ابدأ يا فندم؟ لا لا انا مش مهتم بصراحه، مخنوق قرفان. ليه بس يا فندم؟ خير؟ يا سيدي قرفان من الدنيا يا سيدي. طب والاخرة؟ اخرك. ما احنا يا فندم عرض اللي احنا عاملينه بنعرض على حضرتك المقابر اللي احنا عارضينها للبيع. مقابر. تمام يا فندم. ده اعلانات موجهة عاملينها على السوشيال ميديا للناس المكتئبة اللي زي حضرتك. احنا بنستهدف الطبقة اللي زي حضرتك. انت حد عارفني بقى طبعا، صح؟ لا يا فندم، ده اعلانات موجهة. حضرتك عملت سات كتير الفترة الاخيرة، البوستات كتيرة، ودايما بتشارك في البوستات اللي هي من غدر المش عارف ايه، صاحبة المش عارف ايه وبتاع. فاحنا يا فندم شايفين ان حضرتك قرفان، فعشان كده اتصلنا بسيادتك. لا استنى اعدلك نفسي بقى كده. ايوه قول لي بقى انت بتقول ايه؟ عندنا يا فندم مقابر في التجمع، وعندنا في مدينة نصر. في التجمع بتطل على امريكان بلازا، وده من ناحية الرجل عشان الدماغ تبقى الناحية التانية عشان الدوشة والأغاني اللي بيشغلوها وكده. وعندنا في مدينة نصر المقابر من السابع لحد عباس العقاد. انت بتقول ايه؟ يا فندم عندنا المقابر في التجمع بتطل على أمريكان بلازا لو حضرتك حابب تعرف. عندنا استوديوهات صغيرة لو الأسعار مش هتناسبك. دي الدماغ والجسم يعني بيكونوا. مش معنى ان انا مخنوق للدرجه دي يروح مكلمني حد بيبيع لي مقابر يعني. ليه يا فندم؟ احنا بنخطط. ايه المشكلة؟ ما الناس كلها بتخطط لمستقبلها، ما ده من ضمن المستقبل. ولا انت مش هتموت؟ انت حد مديك رقم يعني وقال لك تكلمني يعني ولا؟ لا يا فندم، كلنا هنموت يا فندم، كلنا هنموت. يا سيدي كلنا هنموت يا فندم، كلنا هنموت. يعني ماشي كلنا ماشي، هنموت. انا معاك. بس انت يعني حد مكلمني يشتغلني ولا انتوا في الشركه بجد ولا مش لا يا فاهم؟ فندم، في الشركة حضرتك تقدر في أي وقت تيجي تزور مقابرنا. لو عايز تنام فيها ليلة حتى ممكن. نعم. حضرتك في أي وقت ممكن تيجي تزور الشركة وتيجي تزور مقابرنا، ولو عايز حضرتك تنام فيها ليلة كاملة ممكن. حاضر عينيا، حاضر تمام. ويا فندم في نظام تقسيط عندنا، نظام محترم جدا على 10 سنين. بس طبعا لو حصل خلل في دفع الأقساط، يعني احنا يعني بنلجأ لحركة واطية شوية، بنطلع الجثمان بره التربة. فحضرتك ممكن تدخل معاك في الإمضاء على الأقساط حد من اللي هم أبناء الصالحين اللي بيقعدوا يدعوا لأولادهم دول. يعني وماسك نفسي يعني. حضرتك ممكن تدخل معاك في الأقساط وتمضيه على شيكات حد من الأبناء الصالحين اللي بيقعدوا يدعوا لوالديهم 100 سنة وبنروح على طول ننام في المقابر بيته. يعني ما تشاركش حد واطي. ولا ايه بجد يعني؟ يا فندم أنا بعرض لحضرتك، حضرتك عايز تمام، حضرتك مش عايز خلاص تقول لنا شكرا هقفل على طول. ده عرض مش هيتعوض. حضرتك عمال تخطط لحياتك وعمال تخطط للحاضر. طب والمستقبل فين؟ عملت ايه لاخرتك؟ عملت لاخرتي؟ ايوه عملت ايه؟ رد عليا. طب وبعد العمره يا فندم؟ ايه؟ طب وبعد العمره مش كلنا بنموت؟ كلنا بنموت ولا ما بنموتش؟ كلنا هنموت انت. طب يا فندم، بتضحك صح؟ يا فندم بعد اذن حضرتك هتيجي تتفرج بكره ولا لا؟ هجيلك. طيب هجيلك. تمام يا فندم. احنا يا فندم بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك احنا يا فندم المعاينه. الشركه دي هتقدم لي ايه؟ يا فندم المعاينه بتاعتنا في مكان العين على طول. يعني انت مسجلنا الشركه، انت هتيجي على طول على المقبره، نتقابل ان شاء الله بكره في المقابر يا فندم، وافتح واقعد لحد ما اجي لحضرتك. ايوه هتصلي عليا امتى؟ يا فندم تصلي عليك ايه؟ احنا عايزين نطلع مصداقيه. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك بكره في التجمع على طريق ال NA اول مقبره ايدك اليمين. حضرتك تستناني في اي مقبره تعجبك وتنتظر وتقعد فيها لحد ما اجي لحضرتك. وابعت لك لوكيشن يعني؟ يا فندم تبعت لي لوكيشن. ماشي. قول لي بقى انت مين معايا بقى؟ تاني يا فندم؟ ايوه مين معايا بقى؟ يا فندم احمد حسين من شركه لدفنا للتسويق العقاري. شركه ايه؟ والله خرجتني بره في، اقسم بالله والله انا قاعد مخنوق وقرفان اقسم بالله. مين بقى؟ احمد حسين مين؟ شركه لدفنا يا فندم.